بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا اليوم مع البامية، فوائدها ومضارها. البامية والمعروفة أيضا باسم أصابع السيدة هي من عائلة الملوخية وتنبت في المناطق الاستوائية. أما عن فوائد البامية فمنها تعزيز المناعة، حيث تحتوي البامية على فيتامين A و C، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف. بالإضافة إلى ذلك تحتوي البامية على فيتامين ك، والذي يلعب دورا مهما في تخثر الدم، وهو أمر ضروري لصحة المناعة. الوقاية من السرطان، تحتوي البامية على مركبات مضادة للأكسدة مثل مركبات البوليفينول، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. وقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول البامية يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان القولون. التحكم في مستوى السكر في الدم، تحتوي البامية على الألياف والتي تساعد على إبطاء الهضم وامتصاص السكر في الدم، كما تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة والتي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم. الحفاظ على صحة الحامل والجنين، حيث تحتوي البامية على حمض الفوليك، وهو عنصر غذائي مهم لصحة الحامل والجنين، حيث يساعد حمض الفوليك على منع تشوهات الأنبوب العصبي. الحفاظ على صحة القلب، تحتوي البامية على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما تحتوي البامية على الألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار. الوقاية من هشاشة العظام، تحتوي البامية على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام، حيث يساعد الكالسيوم على بناء العظام والحفاظ عليها، بينما يساعد المغنيسيوم على امتصاص الكالسيوم. الوقاية من الإمساك، حيث تحتوي البامية على الألياف والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتجنب الإمساك. الحفاظ على صحة العين، تحتوي البامية على فيتامين A، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العين، كما يساعد على حماية العين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق. أما عن أضرار البامية فأضرار نتكلم عليها. أضرار البامية على الكلى، بالرغم من محتوى البامية المميز من العناصر الغذائية، إلا أن تناول كميات كبيرة منها قد ينتج عنه أثر عكسي وضار على الكلى، إذ تحتوي البامية على كميات كبيرة من الأكسالات. والجدير بالذكر أن أكثر أنواع حصوات الكلى شيوعا هي المتكونة من أكسالات الكالسيوم، وتعد الأطعمة الغنية بالأكسالات محفزا لتكوين الحصوات، لذلك تساعد البامية على تكون حصوات الكلى المتكونة من أكسالات الكالسيوم. قد تكون البامية سببا لبعض أنواع الالتهابات. تحتوي البامية على مادة كيميائية تسمى السولانين، والتي تعد مسببا أساسيا لحدوث آلام والتهابات المفاصل. هذه المادة توجد بالعديد من الأطعمة، ومنها البامية والبطاطا والباذنجان والتوت. البامية تزيل من خطر تخثرات الدم. إن المحتوى العالي للبامية من البوتاسيوم يجعلها محفزا لحدوث تجلطات الدم، وقد تسبب جلطات الدماغ والنوبات القلبية. لذلك يجب مراعاة كمية البامية المتناولة، خصوصا لدى هؤلاء الذين يعانون من مشاكل بتميع الدم، لأنه قد يتفاعل مع أدوية التخثر التي يستخدمونها. اضطرابات في الجهاز الهضمي، تحتوي البامية على أنواع كثيرة
من السكريات التي قد تسبب غازات وإسهال وانتفاخات وتشنجات. وقد تزداد المشكلة لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي. التأثير على خصوبة الرجال. لقد ارتبط تناول الكثير من البامية بحدوث العقم لدى الرجال بسبب وجود الجوسيبول في بذورها، مما قد يكون له تأثيرا ضارا على الحيوانات المنوية والأنسجة الحمضية، وبالتالي تقل الخصوبة وقد تسبب العقم. ماذا نفعل لنقلل أضرار البامية على الكلى؟ لتجنب أضرار البامية اتبع ما يلي: مساعدة الجسم على التعامل مع الأكسالات ومنع تحولها إلى حصوات كلى عن طريق تناول البامية مقترنة بمنتجات الحليب ومشتقاته مثل اللبن والجبن. الاعتدال بتناول كميات البامية والإكثار من شرب الماء يعمل على تنظيف فضلات الجسم. التقليل من تناول الأطعمة المالحة، لأن